يلا بينا هنعمل احلى صدور مدخنة بطريقة سهلة وبسيطة وزي الجاهزة بالظبط. هنعمل بيها عزومة حلوة لحبايبنا ان شاء الله في رمضان، ربنا يبلغنا رمضان، او نعملها للولاد في البيت ونحسسهم ان احنا جبنا لهم حاجة غالية وصعبة جدا مع انها بسيطة جدا ومش بتاخد منك اي وقت. انا معايا هنا صدر من الفراخ حوالي كيلو الا ربع، غسلاه ومنضفاه وزي الفل. معايا بقى البهارات بتاعتي ايه؟ نص معلقة كل من بودرة بصل، بودرة ثوم، كاري، بابريكا، فلفل اسود، بهارات فراخ، كزبرة، ربع معلقة من السماق، ربع معلقة من القرفة ومن الزعتر، ومرقة دجاج فورية لو انتي حابة، مش حابة بلاش، وملح حسب الرغبة، معلقة كبيرة من الصويا صوص، معلقة من الصلصة بس محترمة حبتين، ومعلقة صغيرة من المستردة، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الزيت، ومعلقة كبيرة من العسل، والعسل مهم جدا جدا في الوصفة دي، هتستغربيه بس بجد بيدي طعم حلو قوي وتدخينة حلوة للفراخ. لا ودي بعض الأسئلة اللي بنتي بتسألها لي طول النهار، في أوقات غلط ببقى مش عارفة أرد عليها أقول لها إيه. اللي يعرف رئيس بلد أمريكا اسمه إيه يا ريت يقول لها. أنا عارفة يا جماعة اسمه إيه بس بجد أوقات بفصل مش عارفة أرد عليها أقول لها إيه. بس هخلط الخليط ده كله مع بعضه كويس قوي وهتبل بيه الفراخ، وهحاول اشبعها جدا من الخلطه بتاعتي. زي ابيض كده. حقيقي وصفه حلوه، يا ريت تجربوها بجد، حلوه جدا جدا جدا، طعمها حلو ومظبوطه جدا، وممكن تعمليها لسندوتشات للولاد بدل اللانشون والحاجات بجد اللي احنا مبقناش عارفين دي معموله من ايه اصلا. انا هتبلها كويس قوي وهغلفها واسيبها ليله في التلاجة. تمام، اهم حاجه تسيبيها ليله في التلاجة عشان تشرب من الصوص ده كويس قوي. تاني يوم بقى هجيب حله واحط فيها معلقه من الزيت وهبتدي اديها صدمه بسرعه، يعني لازم تكون الحله بتاعتي دي سخنه كويس قوي 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 قوي، وهبتدي اديها صدمه على الجنبين. انا عايزه النار حاميه عشان انا مش عايزه اديها فرصه انها تنزل ميتها ويبتدي صدور الفراخ تبقى ناشفه ومفتله معايا بعد التسويه. هبتدي على كده افضل اقلبها على الجنبين لحد ما تاخد لون حلو قوي معايا. وانا ما رميتش الصوص هبتدي احط عليه شويه من الميه وهنزل بيه على الفراخ وهسيبها بس مسافه ما تتشرب الصوص ده، وافضل برضو وهو الصوص بيتبخر اقلبها على الجنبين. مش هياخد معايا الموضوع كله على فكره 10 دقايق. وصفه سهله جدا وتقدري تظبطيها قبليها بوقت لو انت عندك عزومه مثلا في رمضان والكلام ده، وتقدميها تاني يوم لانها بتطلع اصلا بارده. بس كده انا محضره بقى صينيه هنا فيها فويل عشان ما تتحرقش وما تضايقنيش بصراحه في الغسيل. حاطه فيها اي اعشاب موجوده عندي، انا حاطه هنا ورق لورا وزعتر وروزماري ومعلقه من السكر او معلقه من العسل الاسود، دي بتساعد في التدخين الفراخ وبتدي ريحه ونكهه حلوه قوي، بتديكي نكهه التدخين بتاعت بره كده بس بحاجات بسيطه احنا عاملينها في البيت. وابتدي احط الشبكه بتاعتي واحط عليها الفراخ وبدهن من الصوص اللي موجود في الحله لسه. تمام، وادخلها على فرن متسخن على اعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة، وبعد كده هتطلع هبتدي احطها في علبة. انا هنا بطفي الفحمية عشان تدي ريحة حلوة. تمام، وانا مش هغطي على فكرة الفراخ، ادخلها الفرن على طول. انا سبت الفراخ بقى اليوم ده في التلاجة حوالي ساعتين 3 كده لحد ما تسقع، وممكن تعمليها قبليها بوقت وتطلعيها تاني يوم، مفيش اي مشكلة. كل ما سبتيه على فكرة تبرد كل ما بقت اسهل في التقطيع بكتير جدا، وقلبها ابيض وعلى فكره طعمها حلو قوي قوي، عجبت بجد بنتي قوي 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 يعني. ممكن تعمليها في سندوتشات، تعملي جنبيها رز بقى بالخلطه، تتقدم بمليون طريقه، هي حلوه اصلا. وانا عملت صوص الرانش اللي انا كنت عاملاه لكم قبل كده، وان شاء الله هنزل طريقه الرز بالخلطه. يا رب يكون عجبكم الوصفه واستفدتوا من الفيديو. باي باي.